في ناس سالتني بخصوصا بعد تريننج من التريننجز اللي انا كنت بديها، انت ازاي بيبقى عندك كونفيدنس ان انت تتكلم وبثقه وفي نفس الوقت في توبكس مختلفه وبيبقى في اسئله من ناس كتير، وازاي تجاوب بثقه حتى لو انت ما كنتش عارف الاجابه. هنا بيبقى في نقطتين ازاي الواحد يكتسب الثقه، سواء كان بيدي برزنتيشن او بيدي تريننج او بيتكلم قدام ناس في بزنس ريفيو او حتى كونفيدنس في الحياه العامه. هي نقطتين. النقطة الأولى هي البريباريشن، دي أول نقطة. أنا دايما ماشي بمبدأ وده اتعلمته من كام سنة، اللي هو over prepare under deliver. يعني حضر زيادة، واما تيجي اتكلم بمور كونسايز او بحاجه تكون مقتضبه او حاجه تكون مختصره عن كل اللي انت حضرته. النقطه الثانيه وهو ان انا بدخل التريننجز دي والبرزنتيشنز وكده، ان انا مش ببقى شايف نفسي انا السنتر او انا الاهم، ولكن ببقى شايف ان الاهم هو البارتيسيبنت، هو الاهم بالنسبه لي ان هو يستفيد ويتعلم. فبغض النظر انا هتحرج ولا مش هتحرج، او سؤال انا عارفه ولا مش عارفه، انا ما بتكسفش ان انا اقول مش عارف، وما بتكسفش ان انا اسال الناس التانية ممكن يكون حد عنده اجابه ليها. ليه؟ لان انا همي الفايده اللي هتعود على البارتيسيبنت اكتر من شكلي ومظهري قدام الحضور. فدول النقطتين اللي ممكن الواحد بيهم يكتسب الكونفيدنس في الامور المختلفه.